اهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير. في قسم الحدوتة هيبقى معانا بودكاست مداد. في حلقات البودكاست ده هنتشارك مع بعض الافكار، الخبرات، معلومات. هنتشارك مع بعض افكارنا وما يجول في خاطرنا عامة. اول حلقة معانا في بودكاست مداد: كيف نصنع السعادة في المنزل. بالظبط كده، السعادة اللي احنا طول حياتنا بنبحث عنها طلعت بتتعمل، بتتصنع، مش بنستناها تيجي لوحدها. في وصفة ليها، في طرق بتوصلنا للسعادة. ما ينفعش نفضل قاعدين كده ونقول انا امتى اكون سعيد. لا، المفروض نسأل انا عملت ايه عشان اكون سعيد. طيب، قبل ما نبدأ في وصفة السعادة او مكونات السعادة، لازم نقول نقطة مهمة جدا: مفيش صحة نفسية بدون صحة جسدية. يعني ايه؟ يعني قبل ما تبدأ تدور على او قبل ما تبدأ في المكونات او في الطرق اللي هتخليك سعيد، لازم تشوف جسمك بيقولك ايه. لو جسمك تعبان في اي حاجة لازم تحاول تعالجه. طول ما جسمك تعبان عمرك ما هتقدر تبقى سعيد. طب معنى كده ان احنا لازم يكون عندنا صحة بقى تهد جبال؟ لا، يعني ما اقصدش ان لازم الصحة تكون تهد جبال، بس على الاقل الوجع الدائم نحاول نتخلص منه على قد ما نقدر. لو في وجع في العظم معين، لو في وجع في البطن معين، صداع، ندور على طرق نقلل بيها الوجع ده. نفهم ليه الوجع ده بيحصل في جسمنا، على الأقل نفهم ليه الوجع ده بيحصل في جسمنا. ولو مفيش إمكانية ان احنا نتعالج، نشوف ايه الطرق الطبيعية، الحاجات الطبيعية اللي ممكن تتعمل للجسم تخفف من وطأة الوجع ده، علشان طول ما انت موجوع مش هتقدر تستمتع بالحاجة حواليك. فقبل ما تبدأ في طرق السعادة، لو بطنك تعبانة حاول تعالجها، او حاول تخفف من الوجع ده على قد ما تقدر. تشوف ايه البدائل الطبيعية للأدوية. لو انت مش قادر تتعالج بالأدوية، شوف ايه البدائل الطبيعية اللي ممكن تتعمل تخفف من الوجع. لو في صداع، اعرف ايه اسباب الصداع، حاول تعالجه، وهكذا. وده ياخدنا لنقطة مهمة جدا، وأول طريقة من طرق السعادة أو أول مكون من مكونات السعادة، وهو هرمون الاندروفين. هرمون الاندروفين ده عامل زي المورفين الطبيعي. المورفين ده مسكن للآلام أصلا. الهرمون ده بيتفرز في الجسم لما بنلعب رياضة، رياضة ثم رياضة ثم رياضة. مفيش حد خلقه ربنا ما بيقدرش يعمل رياضة. في رياضة ممكن تعملها اللي هي شيل أثقال، دي رياضة قوية. في رياضات عنيفة، في رياضات هادية. كل واحد يختار نوع الرياضة المناسبة لشخصيته والمناسبة لحالته. بس لازم ولابد رياضة يوميا أو يوم ويوم أو 3 أيام في الأسبوع. في رياضات تتعمل واحنا قاعدين في مكاننا، مش شرط لازم نقوم بقى ونشيل حديد ونطلع لا لا لا، ممكن رياضة تتعمل وانت قاعد في مكانك. المهم تعمل رياضة، المهم نعمل رياضة، نجري الدورة الدموية في جسمنا. في استرتشات ممكن تتعمل في رياضات واحنا قاعدين، استرتشات لجسمنا واحنا قاعدين في مكاننا لو منقدرش نتحرك. في مساج ممكن يتعمل لفروة الراس، يجري الدورة الدموية في فروة الراس، يساعدنا نخفف ألم لو في صداع. المهم لازم على الأقل 3 أيام في الأسبوع يكون في نشاط رياضي بنعمله.
لان الهرمون ده مش بيتفرز الا بالحركة. الحركة بركة، الحركة بركة، لازم نعرف كده. طول ما انت بتتحرك، طول ما جسمك بينشط، الدورة الدموية في جسمك بتتنشط وبتنتعش. فشوف انت شخصيتك، يعني احنا كل واحد عارف شخصيته ايه. في حد بيحب الرياضات العنيفة وبيتأقلم معاها، وفي حد لا، بيحب الرياضة الهادية. فشوف ايه نوع الرياضة اللي مناسبة ليك واعملها، حتى لو انت قاعد في مكانك 3 ايام في الاسبوع، وصدقني هتفرق جدا. وجربوا كمان المساج بتاع فروة الراس يوميا لمدة 2-3 بيفرق جدا في في صحة الدماغ عامة. ده اول هرمون. والهرمون ده كمان بيتفرز لما بنضحك. الضحك مش عيب الضحك مش عيب خالص. ان انت تتفرج على حاجة، او ان احنا نتفرج على حاجة تضحكنا، دي مش رفاهية. الكون مش هيتغير لو احنا يوميا بنتابع جرايم ومصايب وكل الحاجات اللي بتحصل. يعني احنا لما هنتابع جرائم كل يوم، الجرائم مش هتبطل تحصل، احنا اللي هنتعب. احنا في الاول وفي الاخر اللي هنتعب نفسيا من كتر ما بنتابع اخبار سيئة واخبار جرايم وكل الحاجات دي. بس انت هتتغير ونفسيتك هتتحسن لو غيرت اللي بتشوفه، لو غيرت الحاجة اللي انت بتشوفها دايما، حاجة بتفرحك، بتضحكك. ده هيأثر في نفسيتك، هيفرز هرمون الاندورفين، وهيساعدك ان انت تبقى سعيد. لو في اي تطبيق بيجيب لك دايما اخبار سيئة، ومهما تعمل مش بتعرف تتخلص من الاخبار السيئة اللي عليه، حاول تتخلص من التطبيق ده. كل مش هيقف لو انت ما انت مش على الفيسبوك او الانستجرام. التطبيق اللي يسبب لك قلق في حياتك ما تتابعهوش، خليك في الحاجة اللي بتريحك نفسيا. الكون مش هيقف او الجرائم مش هتخلص لو احنا بنتابعها يوميا. ده اول هرمون او اول طريقة لطرق السعادة، ان احنا نتحرك بأي طريقة تريحنا، نتحرك ونضحك، دايما نحاول نضحك. طيب تاني هرمون ايه؟ هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين ده مرتبط بالإنجاز. 1% إنجاز في اليوم بيساوي 365 إنجاز في السنة. أعظم الإنجازات بتتم في أسوأ الأزمان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مفيش حاجة اسمها وقت مناسب علشان أعمل إنجاز. أنا مستني الوقت المناسب علشان أعمل حاجة في خطتي اللي أنا رسمها لنفسي. اعمل 1% بس من الخطة اللي انت رسمها لنفسك يوميا، او يوم ويوم، او 3 ايام في الاسبوع، برضو هتفرق جدا. ما تستناش الوقت المناسب، ما فيش وقت مناسب هيجي، ما فيش وقت مناسب هيجي. اعظم الجملة دي انا قرأتها قبل كده فعلا وعلقت في دماغي. اعظم الانجازات، انا هي كانت بتتقال بطريقة تانية بس هي ركزت في دماغي بالشكل ده. اعظم الانجازات بتتم في اسوأ الازمان. دايما قولي لنفسك كده، مفيش حاجة هتوقف. انا يعني زي القطر ماشي، انا عندي خطة او عندي هدف انا عايز اوصله معين، اعمل 1% منه يوميا او يوم ويوم. حدد لنفسك انا يوم ويوم مهما كانت الظروف انا هعمل 1% ده. الانجاز اكتر حاجة بتخلي الانسان سعيد، يعني ان هو حاسس ان هو عايش في الدنيا لهدف. انا حتى، ومش شرط يكون الانجاز رهيب، مش شرط يكون الانجاز ان احنا يعني هنقفل خرم الاوزون، لا لا لا. انجاز يعني حدد لنفسك انجاز مناسب لنفسك، مناسب لشخصيتك، مناسب لفكرك، وما تأجلهوش.
قسم الإنجاز ده على خطوات، على 1% كل يوم، ونعمل 1% كل يوم. بس مجرد ان احنا ننجز ده كفيل ان هو يفوقنا، يحسسنا ان احنا عايشين، ان احنا بجد عايشين. ودايما قدر نفسك، التقدير مش بيخسر خالص. قدر 1% اللي انت عملته، وقدر غيرك. دايما خليك ممتن لنفسك ان انت بتحاول، وان انت 1% ده بتعمله برغم المليون حاجة اللي موجودة في الحياة. وقدر الناس الحلوة اللي في حياتك، وخليك ممتن لوجودهم. ده تاني وصفة او تاني هرمون من ضمن الهرمونات اللي بتسبب سعادة. تالت هرمون هو هرمون السيروتونين، هرمون العطاء. العطاء ربنا خلقه مش بس عشان اللي بياخد، علشان اللي بيدي. الهرمون ده كفيل ان هو مجرد ما بتدي حد ان فعلا بنفرح. ليه بنفرح؟ علشان انت بتحس ان انت عندك كتير. يعني انا لما باجي ادي لحد مثلا وجبة، بتشيل عندك شعور العوز او شعور الفقر او شعور القلة. بتحسش ان انت دايما محتاج، لا، انت بتحس ان انت عندك كتير وعندك وفرة، فبتحس بشعور الوفرة. ده غير احساسك بالسعادة ان انت ادخلت السرور على قلب حد. ومفيش حد ما عندوش حاجة يديها، مفيش حد ما عندوش حاجة يديها. عندك في ناس تعرف تدي كلام حلو قوي ومن قلبها مش نفاق. في ناس بتعرف تدي مجهود تساعد. في ناس بتعرف تدي فلوس. في ناس تعرف تدي نظرات حلوة. في ناس تعرف كل اشكال العطاء متاحة. لو ب2 جنيه هنجيب مصاصة ونديهم لأي طفل، مصاصة والله بجد، وتديها لأي طفل ماشي في الشارع. واكل ازاي هندمه كده ونظبطه في وجبة حلوة ونطلعه. كلمة حلوة هتتقال، ابتسامة، طبطبة. مفيش حد ما عندوش حاجة يديها. ده تالت وصفة من وصفات السعادة. رابع وصفة والأخيرة هرمون الأكسيتوسين. الهرمون ده بيتفرز لما بنكون جنب الناس اللي بنحبها. حاول نخلي عندنا كده دايرة. الدايرة دي فيها 3-4 أشخاص، دول اللي احنا بنحبهم. حاول نكتر اللقاءات بيهم، نكتر وجودنا جنبهم. عندك أطفال، احضنهم. عندك قطة بتحبها، احضنها. احضن نفسك يوميا كده، نفرد دراعاتنا ونحضن نفسنا، علشان احنا نستحق ان احنا نحضن نفسنا. الهرمون ده يخلينا مفيش حاجة اسمها لحالي احلالي، لا، لازم يكون في حياتك حد بتحبه وبيحبك. حاول تلاقي الشخص ده، حتى لو هتفضل تحب في نفسك لحد ما تلاقي الشخص المناسب. دول كان 4 هرمونات بيساعدونا ان احنا نكون مبسوطين ونحس بالسعادة. انا ليا اضافة اخيرة، نحاول ان احنا يكون في جلسة اسمها جلسة الاستغفار. الجلسة ديت عن تجربة بتفرق جدا 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 في الحالة النفسية. مش مجرد ان احنا نمسك السبحة ونقول استغفر الله استغفر الله لا، انت بتقعد في هدوء وتنفس عميق وفي مكان هادي، وبتفتكر ايه الحاجات اللي انت ممكن تكون عملتها وبتستغفر عنها بجد. بتقرر ان انت مش هنعمل الحاجة دي تاني، ندمانين ان احنا عملناها، واستغفر الله العظيم. وبتتخيل شكل الذنوب وهي بتقع من عليك. جربوا الجلسة ديت وقولولي فرقت معاكم ولا لأ. ودي كانت اول حلقة في حلقات البودكاست. اتمنى تكون عجبتكم وافدتكم. اشوفكم مرة تانية. مع السلامة.